أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. قبل الإعلان عن بن شرقي تعرف على صفقات الأهلي الجديدة، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وادعم القناة باللايك واعمل مشاركة للفيديو. بات المغربي أشرف بن شرقي على أبواب الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع الريان القطري، بعد التوصل للاتفاق على كل الأمور المالية الخاصة بالصفقة، حيث يستعد مسؤولي الأحمر للنادي الأهلي على صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب انتهاء ارتباطي مع ناديه بشكل رسمي لتدعيم خط الهجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري ليكون خامس الصفقات. الامور خلاص اصبحت شبه محسومه. فركز معايا بالظبط في الكلام اللي هقوله لك. النادي الاهلي حصل بالفعل على توقيع اشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق. تاني، النادي الاهلي حصل على توقيع اشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق ونجم الريان القطري الحالي عبر الايميل، وذلك لتأكيد حسن النوايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاهلي يكون متأكد ان اشرف بن شرقي جد في الاختيار للعب للنادي الاهلي، واخد بالك؟ وان اشرف نفسه يكون متأكد ان خلاص النادي الاهلي عايزه. أعلن نادي الريان القطري اليوم الأربعاء عن فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بالتراضي، وكتب الريان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولذلك بناء على رغبته اللاعب ودفع الشرط الجزائي. وبحسب المعلومات الواردة من النادي الأهلي، أنهى مسؤول القلعة الحمراء الاتفاق مع اللاعب وتم التوقيع على العقود للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي. والأسئلة الواردة في التقرير: كيف يؤثر وصول أشرف بن شرقي إلى الأهلي على الزمالك؟ هل سيكون وصول أشرف بن شرقي إلى الأهلي له تأثير على المنافسة بين الأندية المصرية؟ ما هي أبرز إنجازات أشرف بن شرقي في مسيرته الكروية؟ وصول أشرف بن شرقي إلى الأهلي أثار العديد من التفاعلات المختلفة حول تأثير هذه الصفقة على الزمالك، بينما يرى البعض أن الصفقة كانت ضربة موجعة للزملكاوية. يعتقد آخرون أن الزمالك ليس في حاجة لخدمات بن شرقي في الوقت الحالي. هذه التفاعلات تعكس التنوع في الآراء حول تأثير هذه الصفقة على الفريقين. أشرف بن شرقي اللاعب المغربي الذي أثار اهتمام الأندية الكبرى في الشرق الأوسط يعتبر من أبرز اللاعبين في جيله بفضل إنجازاته الكثيرة في مسيرته الكروية. من خلال مسيرته مع عدة أندية أظهر بن شرقي قدرات هجومية مميزة، وساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات مهمة. الأهداف والتمريرات: سجل أشرف بن شرقي 97 هدفا وصنع 59 تمريرة في مسيرته مع 7 أندية. الدور القطري: في الدور القطري لعب بن شرقي 19 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات. مع الزمالك لعب بن شرقي 109 مباريات وسجل 41 هدفا وصنع 28 تمريرة. في مبارياته ضد الأهلي سجل بن شرقي 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 12 مباراة. مباراة مميزة: سجل بن شرقي هدفين في مباريات الريان ضد أم الصلال في الدوري القطري.